تعالى اكلمكم عن مباراة سيراميكا والاهلي. هكلمكم عنها يعني خطوة خطوة. ماشي. هتقول لي اشمعنى المباراة دي؟ هقول لك لان هو فريق قوي جدا، فريق انا كنت خايف منه جدا. فريق كابتن ايمن الرمادي عنده سكواد مميز جدا، عامل بيه موسم استثنائي في مركز متقدم جدا في الدوري. الراجل عنده سكواد مميز جدا جدا جدا، خاصة في وسط الملعب القندوسي وجوله حدث ولا حرج. عنده احمد ياسر ريان، عنده في خط الظهر سعد سمير، عنده حارس مميز. انا بشوف ان هي فرقه من الفرق اللي عندها سكواد مميز جدا. علشان كده بقول لك ان دي من افضل المباريات اللي اتعمل فيها كولر من وقت ما جه الاهلي. هتقول لي ازاي يا عم؟ هقول لك زي ما بقول لك كده، لان الراجل ده النهارده كان مجبر على اراحه حسين الشحات، اللعيب اللي انهك بشكل استثنائي بدنيا ونفسيا وذهنيا في الفتره اللي فاتت. هو وامام عاشور ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وكريم فؤاد واكرم توفيق، اللعيبه دي انهكت بشكل كبير جدا لانهم بيلعبوا اكتر اوقات المباريات اللي فاتت وكانوا مركزين بشكل مميز جدا في الفتره اللي فاتت. بس انا بشوف ان الراجل اختار ان هو يريح كل مباراه واحد. بالنسبه للناس اللي هتتكلم في النقطه الثانيه عن الثنائيه بتاعت امام عاشور وقفشه، انا بشوف ان الثنائيه بتاعت امام عاشور وقفشه ثنائيه محتاجه وقت، محتاجه تاخد وقتها، ومحتاجه ان الراجل ما يخليش حد فيهم يلعب على الطرف، لان هما الاثنين ما بيجدوش اللعب على الطرف. الثنائيه دي انا اتمنى ان انا اشوفها 1-8 و1-10 او 2-8. اتنين لعيبه لو لعبوا جنب بعض وتاقلموا، والثنائيه دي فضلت مميزه في الاهلي، هتكون ثنائيه مرعبه مرعبه بشكل كبير. بصرف النظر عن المباراه بتاعت النهارده، الثنائيه دي محتاجه وقت. انا بشوف ان خروج عبد القادر كان ممكن النهارده يكون مفيد جدا. هو انا ما بحبش اتكلم عن حد خارج بره السكواد. نيجي بقى لنقطه ركله الجزاء، وانا عارف الهبيده ياما هيطلعوا يتكلموا فيها. ركله الجزاء على فكره انا مصدق سعد سمير جدا ان هو ما عملوش حاجه. انا مصدق سعد سمير ان هو ما عملش حاجه لاسامه ابو علي. بس هو على فكره مش شرط ركله الجزاء ان هي تكون خطا من المدافع بنسبه 100% او بنسبه 90%. ركله الجزاء بتاعت النهارده دي بتثبت ان احنا عندنا مهاجم ذكي ذكاء خارق، ذكي ذكاء خارق بصرف النظر عن كل احداث المباراه وعن ان هو عامل مباراه استثنائيه. لعيب دخل في توقيت استثنائي، لمس الكره من قدام المدافع بشكل استثنائي، ورط المدافع توريطه. يعني انا اعتقد على رغم خبره سعد سمير، بس حبيبي طالما في تلامس انا متاكد ومصدقك ان انت ما انتش قاصد ان انت تعمل ركله جزاء، بس التلامس موجود. هو الراجل اجبرك على التلامس، وسام اجبرك على التلامس. انا بالنسبه لي كحكم طالما في تلامس بين القدم والقدم خلاص ركله جزاء. انت قاصد مش قاصد، هو لبسها لك، هو ورطك، دي مش بتاعتي انا كحكم. عشان بس الجماعه الهبيده اللي هتطلع تهبد وتقول لك ركله جزاء مش ركله جزاء وبتاع، دي ركله جزاء مليون المية، وتتحسب لوسام ابو علي مليون او مليار المية، لان هو مهاجم ذكي جدا في التوقيت، وقدر يحط رجليه في توقيت مميز، وقدر يلمس الكوره في توقيت مميز، وقدر يخلي سعد سمير يخطئ ولا يحس بخطأه ولا يحس ان هو اخطأ اصلا. تمام. ده بالنسبه لركله الجزاء. انا بشوف ان كولر النهارده اخذ 3 بونت مهمين جدا، هم بتوع المصري. بالنسبه لي كانوا اهم من مباريات بيراميدز، لان دي فرق بتلعب كره جماعيه، كره مميزه. مليون مبروك ال3 بونت لجمهور النادي الاهلي، وانا اعتقد مليون مبروك الدوري. يعني انا ما اعتقدش ان الاهلي في 6 مباريات يقدر يضيع 9 بونت. صعب جدا. بس خلينا نقول زي كولر ما بيقول، عشان تفضل اللعيبه تحت الضغط ويفضلوا في حافز، والحافز موجود. محتاجين نكسب 3 مباريات كمان ان شاء الله. السلسله تفضل مستمره، سلسله الانتصارات تفضل مستمره، ومن نجاح لنجاح، ومليون مبروك.